المتوفى الميت يسمع كلامي، كل كلامي؟ طبعا ثبت. وقف على قتلى بدر من المشركين، يا اصحاب القليب، اللي هو البئر يعني، لان حطوهم في داخل البئر بدل الحفر يعني. ف اني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله اتخاطب جيفا اجسادا اخبرت وجيفا انتنت؟ قال هم لكلامي اشد استماعا منكم. سبحان الله. وكان الصالحون يزورون المقابر، كان سيدنا علي رضي الله عنه يزور المقابر، السلام عليكم يا اهل القبور، اما بيوتكم فقد سكنت، وزوجاتكم قد تزوجت، واموالكم قد وزعت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ يقولون يا امير المؤمنين تخاطب امواتا؟ يعني معقول؟ يقول هم لكلامي اشد استماعا، ولو قدر لهم ان يردوا لقالوا لنا وتزودوا او فتزودوا ان خير الزاد التقوى. وكان سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث يزور المقابر كل جمعه، وهو رايح يصلي بالناس الجمعه، يروح يمر الاول، السلام عليكم يا اهل القبور، انس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم. فقال فمرضت شهرا، مرض فكانش يروح حتى المسجد في قاعد البيت، فرأيتهم في الأكفان يجرون أكفانهم في الرؤيا. يا الله، شافوا الناس الصالحين دول موصولين ازاي. رأيتهم في الرؤيا يقولون يا شيخ لما حرمتنا من زيارتك، والله كنا نستأنس بك. يا الله، كنا وكان الله يرضى عليه أبو الدرداء يقول اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة شهيد مؤتة. يقول يا أبو الدرداء ازاي يعني؟ قال إن الميت لا يخزى بعمل بأهله من الأحياء. يقول رواحة ابن عبد الله بن أبي رواحة يقول والله كلما صنعت خيرا، يعني يصلي يصوم يزكي يتصدق يصل الرحم، وجدت أبي مبتسما في الرؤيا. يقول لقد شرفتني بين أهل القبور اليوم، وإذا زللت زلة أرى أبي حزينا يقول في الرؤيا يا ولدي لقد أخزيتني بين أحبتي في القبور فلم أستطع أن أقابلهم اليوم. صحيح، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين إنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرون. وسيدنا عمرو قال يبقى على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. يعني هذا في طبعا 3 آراء من العلماء في مسألة سماع. أنا أوقن 3 مرات أن الموتى يسمعون كلامنا، بس الأمور اللي تخص الآخرة. لكن الميت جدي وأبويا هيعرف أن اشتريت سيارة وسكنت بيت جديد، هذا لا، الدنيا عندهم لا تساوي شيء. لكن البنت اللي اتحجبت والبنت اللي اتسترت والولد اللي حفظ القرآن هذا يصلهم سبحانه، والدعاء يصلهم إن شاء الله. وفي رأي آخر يقول يسمعون شيئا دون شيء. وفي طائفة ثالثة تنكر هذا تماما، ولأنهم يقيسون عالم البرزخ بعالم الدنيا، وأن العوالم الغيب لا تقاس بالعقول.